السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة احنا مع مجلة الرهف. احنا في شهر 6/2025. بننزل لكم الأسعار، وكل الناس اللي عايزة تسأل على حاجة تبعتلي. احنا بنصور كذا شركة وبنصور كذا فيديوهات، ويا رب تعجبكم الفيديوهات وكده. متنسوش اللايك والاشتراك للقناة. ودلوقتي مع شركة الرهف في مرسى مطروح، برج الشافعي. ده صيف 25. الأسعار زي ما انتوا شايفين: 3 غرف بحري 4000 جنيه، 2 غرفة بحري 3250، 2 غرفة بحري 3250. أنا دي الأسعار اللي أنا بقولها لكم، يعني كل أسعار منفصلة. الناس اللي بتسأل، يعني هنا بيبقى مكتوب التاريخ من أول مثلا 11/7 لغاية 13/9. دي الأسعار بتاعتها. ودي من يوم 17/5 لغاية يوم 10/7، برضو الأسعار بتاعتها اهي. طبعا الناس اللي طلعت قبل كده ده في، أو الناس اللي متعرفش العنوان، هو في شارع اسكندرية و... وقريب من نقابة المحامين. اللي عايز بقى يحجز من شركة الرهف، طبعا عاملين عروض وعاملين أسعار حلوة قوي. بيروح شركة في القاهرة، في محطة سانت كريز. بيطلع، أول ما بيطلع بيلاقي عمارة الدور الأول على طول. وبرضه هسيبلكوا رقم التليفون لو حد عايز يعني. طبعا هو مش برج الشافعي بس، هم عندهم كذا برج في مطروح. ده برج الرياض. انا بحاول برضه اثبت لكم عشان الناس اللي عايزه تشوف الاسعار او كده. وده رقم التليفون اهو، وده العنوان زي ما انا قلت لكم. ده برج بيت العز. وان شاء الله برضه عامل لكم فيديو على الرحلات اللي هي اليوم الواحد. هوريكم برضه اسعارها دلوقتي عشان الناس اللي عايزه تعرف رحلات اليوم الواحد وكده. وبرضه لو حد عايز يطلع معانا، احنا طالعين لؤلؤة السخنة و... وطالعين برضو رحلة تانية مع شركة الرهف، اللي هي اليوم الواحد، اللي هي اسكندرية وأفريكانو. دي مرسى مطروح، برج الزهراء. وده برج هارون. ده 6750، 2 غرفة بحري. الغرفة قبلي ب7500. دي الأسعار من 11/7 لغاية 13/9. مدة الرحلة بتبقى أسبوع أو بتبقى 6 أيام و5 ليالي. الميعاد البرج هنا بيبقى 8 أيام و7 ليالي. والرحلات بتبقى شاملة، مثلا اللي هي الغرفة التلاتة بيبقوا 7 أفراد، وليهم 7 في الأتوبيس. عايز تزود براحتك برضو بتدفع. و5 في الغرفة اللي هي الشقة اللي هي 2 غرفة، بتبقى 5 أفراد. وبيبقى فيه بقى شنطة كده هو بيديها لك لكل فرد. وكل شقة بتبقى فيها انتريه وسفرة وشاشة وريسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ. لو حد عايز يضيف أي حد بيدفع 450 جنيه على المبلغ، وده بيوفر له كرسي. وطبعا هم أحلى حاجة بقى في الشركة اللي هم مبياخدوش أي حد غير، يعني مبياخدوش غير رحلات عائلية. عشان في ناس كانت بتسأل وكده، لو عايز أطلع شباب أو كده، لأ، هم مبياخدوش غير رحلات عائلية وكده. هنا بقى بيقولك في حالة الإلغاء أو التعديل أو كده، برضو بيوريك تبقى قيمة 200 جنيه. مبيت هنا بورسعيد ب575. دي جميلة قوي. دي بتبقى رحلة يومين. والناس برضو كانت بتسأل على
خالد وليد اسكندرية. في شقق في ميامي 4 أيام ب650، وفي الإسماعيلية ب250 جنيه، دي يوم واحد. ده فندق بقى دومة، ده انا عامل لكم. انا على فكرة لو انتوا دخلتوا على القناة هتلاقي انا عامل لكل فيديو، حط لكم اللينك في التعليقات. هتلاقي في كل فيديو، لكل رحلة فيديو معين، والرحلات اللي احنا طلعناها برضو مع شركة الرهف عاملين لها. ده الريف العربي ب450، والطفل ب300 و250، 425. افريكانو بارك دي ب450، دي ذهاب وعودة ودخول القرية المفتوحة، ودخول بيت الطيور، والرحلة النيلية، ودخول الكهف. بصراحة جميلة قوي، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو عليها حلو أوي. دي ارقام التواصل لو حد عايز يسأل عليها او كده. دي رحلة وادي الريان، رحلة لؤلؤة السخنة، دي اللي احنا بنقول عليها طالعين. هي دلوقتي 300، وشهر آخر شهر 6 هتبقى 325 350 الأجازات، وهتوصل ل400 في شهر 7. الرحلة شاملة ذهاب وعودة، والشاطئ تبع القوات المسلحة، اسمه شاطئ لؤلؤة السخنة. شاطئ رملي جميل قوي، وفي برضه منطقة ألعاب جوه، وفي مطعم، وفي كافيتيريا. بجد احنا اتبسطنا فيها قوي. والعودة بتبقى من هناك على الساعة 5، بس بصراحة رحلة جميلة قوي. ودي اسكندرية ب200، وبورسعيد وبورفؤاد ب200، دي ذهاب وعودة. وفي هنا راس السدر 3 أيام ب1950، وفي راس السدر يوم واحد ب375. وفي هنا رحلات طبعا بقى الأقصر وأسوان، دي ب2600. هو طبعا بقى أحلى حاجة في شركة الرهف اللي هي بتعمل أسعار حلوة قوي، بتلاقي أسعار أقل من أي حد. يعني أنا عايز أقول لكم، أنا سألت على شركة اتصلت أنا بعيد عن الشركة عشان أعمل مثلا رحلة اللؤلؤة دي، الدخول الفرد ب300 جنيه، ده من غير الشركة. تخيل انت الشركة مثلا بتعمل الرحلة ب300، بالذهاب بالعودة بالدخول بكل حاجة، فهم بيبقوا عاملين عروض حلوة قوي. يا ريت كل الناس تبعت لنا كده عشان نبعت لكم كل الحاجات الجديدة، ويا ريت كل الناس تبعت لنا اللي عايزة تسأل على اي حاجة وتشجعونا كده. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، ويا رب دايما منورين الصفحة، ودايما مع بعض يا رب كلكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب.